السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الأعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كدوزوا وقيته زوينة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندويو على اللغة الإنجليزية بالنسبة لأصحاب البكالوريا، سواء آداب سواء علوم، بكاع المسالك ديالو. فقبل كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الشهر المبارك وهاد العشر الأواخر. نتمنى تكونوا كديروا فيهم أعمال حسنة اللي غادي تزيد الأجر ديالكم. فكما كتعرفوا اللغه الانجليزيه معامل ديالها هابط بالنسبه للعلميين تقريبا 2، وبالنسبه للادبيين طالع سلك الاداب وعلوم الانسانيه. داكشي علاش قررنا ان نديرو فيديو نعطيو فيه نصائح كيفاش تبريباريو اللغه الانجليزيه وتحيدوا عليكم من البروغرام. فوكسوا على داكشي اللي مهم ولا داكشي اللي باغي بصح الخدمه. فاللغه الانجليزيه تقدر تبريباريوها غير في 3 ايام ولا 4 ايام الا كانت عندك مع اللغه الانجليزيه. راه ما غاديش تطول فيها، يومين غتحيدها عليك. من قبل غادي نعطيكم واحد النصيحه اللي مهمه، وبالنسبه للعلميين او للادبيين فاش كتبغيو تدفعوا كتشدوا البكالوريا كتبغيو تدفعوا مدارس او الجامعات بخصوص اللغه الانجليزيه ولا جامعه في المغرب، والنقطه اللي كتحط بالنسبه لكل فيليا. مثلا كنتي ادبي وباغي دير اللغه الانجليزيه، خاص تقريبا تكون عندك في 12 في الوطني بالنسبه للغه الانجليزيه، او لا في المدرسه كتكون واحد النقطه اللي خاص تكون طالعه 14 للفوق. هذه بالنسبه للكليه والمدرسه. مي الا كنتي علمي مثلا كتقرا الرياضيات الفيزياء يعني علوم وباغي تدفع اللغه الانجليزيه بديت تبدل كاع النقل الاكاديمي ديالك، مثلا تبدل من العلوم لواحد الماده لادبيه، فراه ليا يقدر كتطلع تكون جايب واحد المونسيون اللي زوينه في اللغه الانجليزيه. يقدر تكون فهمتوا الهدف ديال هاد الهضره اللي قلنا ولا هاد النصيحه هذه. فمن الاحسن انكم تضربوا على واحد النقطه اللي تكون واعره. المهم ما تكونش قليله وما تكونش كثيره ثاني. لا كنتي ما عندكش مع اللغه الانجليزيه مثلا 14 او لا 16 راه نقطه مزيانه. مثلا بغيت تدفع المدرسه ولا كليه كتلقى عندك لا شونس انك تقبل فيها، ما غاديش تلقى مشكل من بعد. فهادشي بالنسبه لا نوت. كاين اللي كيقول لك اللغه الانجليزيه نجيب فيها غير 10 11 12 ما نجيبش فيها واحد النقطه اللي تكون غادي تهبطني وصافي. وهذا غلط كيديروا بزاف ديال الطلبه وكيلقاو فيه مشكل من بعد. اللغه الانجليزيه كما كتعرفوا فيها واحد اربعه تاع الحوايج. كاين الرايتين، كاين السبيكين، كاين الريدين، وكاين جرامر. فبالنسبه غادي نفوكسوا بزاف على جرامر حيتاش كتكون عليه تقريبا واحد 7 النقاط. والريدين راه خاص تكون ديجا كتقرا الكتوبه، تكون عندك واحد كيكونوا دي تكنيك اللي غادي تخدمهم في داك الامتحان وغادي تجاوب. مثلا تقدر المعنى ديال الكلمه او لا تجاوب على الاسئله، راه غتقرا النص غادي تلقى الاجوبه كيكونوا ديجا في النص، ما كتزيد حتى حاجه من عندك غير دوك الاسئله الاخرين. فاش كيكون شويه تاع الخدمه خاص تكون فاهم بشويه النص مزيان باش تجاوب عليهم. الفوكس خاصو يكون على الجرامر خاص تكون حافظ القواعد ديال التنسز، خاص تكون حافظ داكشي ديال كونديشنال تايب 0 1 2 3. يعني خاص تكون مبريباري هادشي. النهار الاول غادي تستخدم فيه النص ديال الجرامر، حيت النص ديجا غادي تكون فاهمو. 3 سنين انت كتقرا اللغه كتقرا التنسز مثلا، داكشي تاع السيمبل تنسز غادي تكون فاهمو، الباست تاعو غادي تكون فاهمو. غادي تلقى المشكل غير في داكشي ديال البيرفكت، مثلا بريزنت بيرفكت، باست بيرفكت، فيوتشر بيرفكت. يعني هنا غادي تلقى شويه تاع المشكل، غادي يبغي منك شويه تاع الخدمه. بالنسبه للكونديشنالز راه حتى هما صعاب شويه، ماشي صعاب بزاف، ولكن كيبغيو شويه تاع القواعد تحفظ لهم زعما القواعد ديالهم وتعرف كيفاش تجاوب. وباسي فويس تا هو يعني يومين غادي تقدر تبريباري فيها اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه كامله كيدور على الجرامر، يعني الجرامر غتعطيه يومين غتبريباريه كامل. كان نصيحه من الاحسن انك تخدم التنسز هما الاولين، حيت التنسز الا كنتي عارفهم وكطحنهم راه غادي تخدمهم حتى في الباسي فويس وغادي تخدمهم حتى في الكونديشنالز. دونك جرامر فوكسوا عليه بزاف، فوكسوا على تنسز فيما يتعلق بالجرامر. اما بالنسبه للرايتين راه كاينين التايبس ديال الرايتين، ولا كاين مثلا تكتب ايميل ديسكريبشن كل حاجه وكيفاش تكتبها. يعني هنا خاصك تمشي لليوتيوب وتقلب على تومبليت ولا كيفاش تكتب ايميل مثلا، ولا كيفاش دير واحد ديسكريبشن لشي حاجه. يعني الرايتين ماشي شي حاجه صعيبه، خاصها يكون عندك شويه تاع الفوكابولري وراه غادي تطفي راسك كما كنقولوا. الفوكس خاصو يكون بزاف على الجرامر، حيت الا كان عندك الواعر راه غادي تخدم حتى في الرايتين حتى هو. بالنسبه للريدين كما قلنا قبل، الريدين كيكون كلشي في النص، عليك انت غير تقرا النص مزيان وتفهمو. وخاصك تطبق شي تقنيات اللي كيكونوا في الريدين، مثلا كيفاش تقيسي المينين ديال واحد الورد، كترجع للنص وكترجع كتقلب، يعني كتعرف كيفاش تقلب. هنا النصيحه الثانيه هي انك خاصك تكون كدوز بزاف ديال الامتحانات، دوز على اقل واحد
جوج تاع الامتحانات او الوطنيات ديال العام اللي فات ولا العام اللي قبل منه، تخدموا واحد جوجها باش تعرف كيفاش كيكونوا الامتحانات، وراه ديجا كتخدموا الامتحانات من الداره الاولى، لان ما كتجيش تلقى واحد الصعوبه، غير هو داكشي كيكون مجموع كامل، ماشي بحال في القسم كيكون مفرق. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو هذا، نتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد ان شاء الله في هذا العام هذا. وحاولوا تجيب واحد النقطه اللي تكون واحد النقطه اللي غادي تسهل عليك القبول ديالك في شي مدرسه اولا الكليه ولا الهدف ديالك انت عامه، وانه تجيب واحد النقطه اللي واعره، مثلا 15 للفوق ولا 14 للفوق، باش كتطلع على الشونس ديالك انك تقبل الا دفعتي شي حاجه، شي مدرسه اولا الكليه. وراه حتى هي عندها واحد الدور في النقطه ديالك في الوطني، راه كتطلع وكتهبط حتى هي. وهادشي اللي كان، الله يعاونكم كاملين.